اليوم رح لكم كيف بدنا ننظف الكافيار ونجهزه عنا بالبيت، واحسن ب1000 مرة من الجاهز. الحقوني على التحضير. بس قبل ما نبلش بنشمر عن كمينا وبنلبس الكفوف. وهلا صار فينا نبلش شغل. بنقرب بيض السلمون، هيدا هو شكله شي فاخر ما شاء الله ولونه شي رائع. اكيد هو بعضهم طازه وهلا بدنا نبلش شغل فيه. شغله مهمه بدي اقول لكم عنها، مش لاي نوع فينا نقول عنه كافيار، مثلا مثل بيض السلمون هيدا منه كافيار حتى نكون واضحين. الكافيار فقط بينطبق على بيض سمك الحفش اللي هيدا صورته، وبالانجليزي اسمه ستيرجن. بخصوص البيض مثل السلمون واي اسماك تانية بينقال له راو، ما فينا نقول له كافيار صراحه، لانه الكافيار فقط متعلق بسمك الحفش. بالياباني بيقولوا لبيض سمك السلمون ايكورا. مثل ما بتعرفوا اذا بدكم تجيبوه منظف جاهز رح يكون سعره كتير غالي، فعاد هيك لكم كيف فينا ننظفهم بالبيت. وبكل بساطه بتجيبوا دفتر وقلم، لانه طريقه تنظيفه كتير دقيقه وكتير حساسه. مثل ما بتعرفوا البيض هون كتير حساس، منه مثل بيضة الدجاج مثلا في طبقه بتحميه وهالامور، لا، في طبقة خفيفة هي اللي بتحمي البيضة وكتير حساسة هيدي الطبقة. في درجة حرارة معينة حتى نسخن فيها المي حتى ننظفهم، واكيد كله رح اقولكم اياه بالتفاصيل. نرجع بدخل الجط اللي بدنا اياه، بدنا نطلعهم ونحطهم جواته حتى نبلش عملية التنظيف. شغلة مهمة مثل ما ملاحظين بعضهم كلهم متجمعين على بعض، لانه في غشاء بيخليهم متجمعين على بعض. بدنا نغسلهم بمي فاترة، لازم تكون درجة حرارتها بين 40 ل 45 كحد اقصى، لانه اذا كانت كتير سخنة اولا ما بنقدر ننظف، وثانيا رح ينسلقوا على قلة مهلنا منا مستعجلين. اذا ملاحظين كيف مجمعين على بعض، وهذا هو الغشاء بقول لكم عنه، هذا ما فينا نشيله بايدنا بكل بساطه، فمضطرين نستعمل مي دافيه. المهم جدا خلال طريقه التنظيف بدنا ميزان حراره اجباري، لان درجه الحراره الوحده بتفرق معنا كثير بالنتيجه. نسمي بالله وبننزل المي، مثل ما حكيت مي دافيه مش لازم تكون سخنه. باستعمال ايدنا بنبلش نفرده. والاحسن ولا اسهل من هيك صراحه، للقصه بدها قصه شويه صبر، بس كمان بدها يكون في عندنا شويه همه، مش لازم يضلوا كتير برات البراد يعني. اولا اذا ملاحظين لكيف تغيرت لون المي، هي اكيد بدنا نصفيها ونرجع نغسلهم 3 مرات بمي مسقعه. بس خلونا هلا بمرحله التنظيف، كيف فيكم تنظفون بس هالطريقه؟ طلعتوهم بهذا الشكل بيدكم التين بهذا الشكل، بصير بتمروها شوي فوق، ما بتضغطوا هيك على وزن ايدكم. بكل بساطه بتلاقيهم بلشوا يطلعوا بهذا الشكل، فقط بنغطس ايدنا بالمي وبينزلوا وبنضلنا بنعمل نفس العمليه. هيك بتكون اول مرحله صارت جاهزه عنا. هلا بدنا نصفيهم حتى نبلش بمرحله التنظيف على المزبوط، وبعد ما نصفيهم يصيروا بهذا الشكل صاروا بيض حتى نبلش بمرحله التغسيل. بس خلال كل هالمراحل لازم تكون عندنا المي مسقعه، بدي استعمل ثلج معهم، وبنرجع بنغمرهم بالمي حتى نغسل. قلة مهلنا بنقلبهم، ممكن كمان مرات تسيب قطع كبير كله كمان بنشيله ونتخلص منه. وهيدي اخر مره بعد ما نعملهم اخر غسله ويكونوا صاروا جاهزين عنا. هلا صار لازم ننشفهم كتير منيح قبل ما ننتقل لباقي المراحل. بس بدكم تنتبهوا لشغله كتير مهمه، بيض السمك عنا حساس، فعيد هيك ما فينا نتركه بدرجه حراره الغرفه اكثر من 15 دقيقه، لانه جواته دهون وبروتينات كتير حساسه وبالتالي بتنتزع عنا. وبنرجع بننزل. بهالطريقة بيكون الايكورا صاروا نضاف عنا وما احلاهم، بس حتى نكون واضحين بعضهم هودي منهم جاهزين للاستعمال على النار. فيكم تضيفوا عليهم خل تفاح وملح وبتحطوهم بالبراد شغلة الساعة، هيك بيتعقموا وبيكونوا صاروا منيح. بس كأفضل شيء وأضمن شيء انه يتبستروا، وهلا بقولكم كيف بيتبستروا. وغير انه الخل حطينا نكهة كتير طيبة. خصوص البسترة هون بتكون خطوة كتير دقيقة، لأنه حرارة عالية بالتالي بينتزعوا عنا، مش بينتزعوا بيستووا بالأصح، وإذا حرارة واطية مش حنستفيد كتير، بصير بده المدة طويلة. أفضل درجة حرارة بتكون بين ال60 ل 63 كحد أقصى. بكل بساطة نحن بنحتاج لكيس بيتحملوا الحرارة، مش أي كيس ممكن يمشي حاله. أنا حستعمل هودي كيس تبعون الفاكيوم. قبل ما نحطهم بالنار ونعمل عملية البسترة بدنا نجهز المي المسقعة، حرفيا المي السخنة على المي المسقعة مباشرة بدون أي نقاش. بعد ما وصلنا لدرجة حرارة 60 هلا صار فينا نبلش شغل. ننزله من عين بسم الله، وهلا من المي السخنة على المي المسقعة، وهيك بيكونوا صاروا جاهزين عنا. ولا أحسن وأفضل من هيك، بس مثل ما حكيت وبعيد وبكرر، مدة البسترة بتكون دقيقة ونص أفضل شيء وأحسن خيار وأأمن شيء، على درجة حرارة 60 لا أكثر ولا أقل من هيك. بخصوص التقديم أنا بحب أقدمهم مع جبنة فيلادلفيا. بخصوص التقديم كل شخص يقدمهم مثل ما بدهم، أنا بحب استعمل هذا البسكوت، بسكوت مالح. بنرجع بنجيب كيس الإيكورا وبننزل مثل ما بدنا، وقد ما بترد عزيزي المشاهد فيك تزيد. ولا كخطوة أخيرة وأنا صراحة بحب ضيفها اللي هي قشر الحامض. بالطريقة بيكون الإيكورا صاروا جاهزين عنا، وهلا كلوا شكور، شايف آخر صراحة، انتوا ركزوا على الشكل واعطوا رأيكم من 10. بخصوص مدة الحفظ بضلهم بالبراد على درجة حرارة من 0 ل 2 درجة مئوية لمدة يومين، وبتكون قبورهم بالسلة. فينا كمان نحطهم بالثلاجة ونثلجهم، بضلوا عنا مدة الشهر بكل أريحية. وعلى كل جربوا واعطوا رأيكم من 10، وما تنسوا لايك والفولو.